الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. فقبل أن أبدأ بمناقشة الخطاب الملكي للمسيرة الخضراء، أريد أن أخبر ذلك الجزائري وأقول له: يا جد جدك، أنا لست المروكي فأنا المغربي، ونحن لسنا المراركة فنحن المغاربة، والمروك الذي تقولون المروك فنحن المغرب. وحاشا لله أن يتجرأ أشخاص مثلكم بدون هوية ولا تاريخ ولا ثقافة أن يلقبوننا بالمروك، فنحن المغاربة وأنا المغربي. إن خطاب صاحب الجلالة نصره الله كان خطاب متميز جدا، وهو يعبر عن انتهاء حقبة والانطلاق في حقبة ثانية، وهي حقبة النمو والتطور. والمغرب كان ولا زال دائما محط أنظار العالم، وهنالك العديد من الدول الحاقدة على المغرب والخائفة من تطور المغرب الذي له تاريخ عريق وثقافة. كانوا دائما يخافون المغرب وكانوا يحاربون المغرب، خصوصا ببعض الدول الوظيفية مثل الجزائر وهذا النظام البئيس. واليوم فبخطاب صاحب الجلالة للمسيرة الخضراء، وهو يجسد انتهاء حقبة والانطلاق في حقبة ثانية، وهي الحقبة المهمة بعدما صال وجال في العالم، وكانت له اتصالات عديدة مع الدول الكبرى ودول العالم في سفر ماراثوني لكل من روسيا والصين والهند والعديد من الدول الإفريقية، وقبلها وبعدها كانت له العديد من الرحلات الماراثونية في كل أرجاء المغرب بمدنها وقراها، ولقاءات متتالية مع الشعب، وكان يلتقي بالشعب ويواجه الشعب ويسمع متطلبات الشعب، وكانت له خطة استباقية، وهذا ما يحسب له. فله نظرة استراتيجية. وكما نعلم بأن الملك محمد السادس فهو ابن الملك الراحل تغمد الله برحمته الملك الحسن الثاني، والحسن الثاني فهو تربية الملك محمد الخامس الذي جعله المستعمر الفرنسي في المنفى، وكلنا يعلم ما معنى المنفى وكيف المستعمر أراد أن يبعد الملك عن الشعب وعن الدولة. ولكن والحمد لله فالشعب والمغاربة قاطبة كانوا يحرصون على أن المغرب له ملك وهي مملكة، وكلنا يثق في الملك، وهي استمرارية من ملك إلى ملك، وهو عمل متواصل. وكما شكر الملك الدبلوماسية المغربية، فهو يعلم بأن هنالك رجال نشكرهم، رجال المملكة، لا في الأمم المتحدة ولا في وزارة الخارجية ولا داخل المغرب، يعملون. ومن هنا أريد
أن أقول لذلك الجزائري: إياك ثم إياك، أنت ولا جدك ولا جد جدك ولا ابنك ولا ابن ابنك أن تقول المروكي فأنا المغربي. إياك أن تقول المراركة، لا في قنواتك ولا في إذاعتك، فنحن المغاربة، فنحن المغرب، فبلدنا ليس هو المروك كما قالوا لك أن تقول. وإياك أن تعيد كلمة المروك أو المروكي أو المراركة، فحاشا لله، فنحن المغاربة وفي المغرب، وأنا المغربي. وانظر اليوم كيف أننا نذهب إلى إفريقيا الأطلسية والغربية رغما عن دول مقيتة ودول حاقدة وليس لها مستقبل، لا بالبريكس ولا غير البريكس، مثل جنوب إفريقيا. هذه الدولة التي يحكمها معتوهين وبائسين وفاسدين، هذه الدولة التي ناضل المغرب من أجل تحررها، وزعيمها الذين يقولون أنه هو المثل وهو محرر جنوب إفريقيا نيلسون مانديلا، لما أتى إلى المغرب ويطلب المساعدة من المغرب واستقبله الدكتور محمد الخطيب وطلبوا منه المساعدة المادية واللوجستيكية والعسكرية، فوافق الحسن الثاني رحمه الله وساند جنوب إفريقيا بكل ما لدى المغرب حتى تحررت. واليوم يأتي المنافقون الفاسدون هؤلاء في المؤتمر الوطني الإفريقي الذي يحكم جنوب إفريقيا، ولكن التاريخ علمنا بأنه سيأتي اليوم الذي ستتحرر جنوب إفريقيا من هذا الحكم الفاسد. ويعرفون، لأن التاريخ لا يمكن أن تكذب على التاريخ، فالتاريخ يوثقه الموثقون والمؤرخون. فأنت أيها الجزائري، نحن من ساعدناكم حتى تحرر جزء منكم، لم تتحرر الجزائر، فالجزائر تحررت لمدة 5 سنوات أو 6 سنوات حتى جاء الهواري بومدين بعقليته المتعجرفة وبجبروته، وكان يظن بأنه يخدم الدولة الجزائرية. فأين هي الجزائر اليوم؟ أين هي؟ فهي دولة منبوذة اليوم، وهي دولة معزولة. والحمد لله أن المغاربة وبقيادة الملك محمد السادس وبالخطاب الأخير جعل الدولة الجزائرية في مستنقع لن تخرج منه. وكما قال، فإن المغرب سيبني الأسطول الذي سيتوجه إلى غرب إفريقيا وتنمية إفريقيا وحتى فرنسا. فاليوم فهي في موقف لا تحسد عليه، وخرجت من إفريقيا وستخرج نهائيا من إفريقيا، والمغرب هو من سيحرر إفريقيا مرة ثانية من المستعمر الذي لا تهمه شعوب إفريقيا ولا ذلك الرجل وتلك الأسرة التي تعاني الفقر وتعاني التخلف. فلا يهمهم أن تكون إفريقيا، وإفريقيا هي مستقبل الغد.
وهنا أريد أن أتجه إلى موضوع آخر، وهو مغرب الأبطال. فالمغرب له رجالاته في كل الميادين. فالمغرب فهو دولة أمة، ونحن من فتح الأندلس وذهب بالإسلام إلى أوروبا. ويأتي اليوم جزائري يقول لك المروكي، المروك هكذا علموك، هذا قالوا لك. تريدون سرقة الثقافة المغربية. والثقافة المغربية شيء شامخ وكبير، ومستحيل أن يأتي بليد وأن يأتي شبه وطني يتكلم ويناور ويريد سرقة تاريخ المغرب، لا في فلسطين ولا في القدس، ويريد سرقة الثقافة المغربية في كسكسها وقفطانها وكل ما لديها. هل تعلم أن ذلك المعلم الذي يخيط القفطان بيده وبالإبرة تريد اليوم أن تسطو أنت عليه؟ فأين لك هذا الخائط وهذا المعلم الذي يصنع العقد والطوق والقفطان؟ من أين ستأتيه؟ من الصين. والكسكس ب7 خضار، ب7 خضار. وهنالك تقنية للطبخ ولليد. تريد السطو على الكسكس المغربي ببساطة هكذا. ولكن إن المغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس. ومن طعن ومن خان المغرب سواء كان في الداخل أو في الخارج فسيبكي أيامه، وسيعرف بأن المغاربة لن يتسامحوا معك أنت أيها الخائن، سواء كنت في الداخل. فالصحراء مغربية وستبقى مغربية. وكانوا يريدون أن يعزلوا المغرب في بقعة حتى لا يكون بعده الإفريقي ولا بعده الأوروبي. ولكن الحمد لله اليوم لنا المحيط الأطلسي، المحيط الأطلسي كله لنا، لا في إفريقيا ولا مع الأمريكيتين ولا مع أوروبا. والملك محمد السادس فطن وله خطة استباقية، وفهم المشكل فهما حقيقيا، واشتغل وفعلا كل ما أعطاه للمغاربة اليوم يجازى عنه، وكل العالم يعترف بالمغرب ويحترم المغرب ويطلب وده. ونشكرك صاحب الجلالة، ونشكر الشعب المغربي وكل وطني. وأنت أيها الجزائري لن تقول مرة ثانية المروكي أو المروك أو المراركة، فأنا المغربي في مغربي مع المغاربة. وشكرا.